السلام عليكم، حياكم الله أصدقائي. أنت مثقف؟ أنا مثقف؟ خلينا نشوف. حسب نظرتي المتواضعة للثقافة، المثقف هو الذي يعرف بعض الشيء عن كل شيء. بمعنى، أنت لازم تعرف عن كل شيء شوي. شلون؟ يعني مثلا واجبك بالبيت لازم تعرف حدودك. واجبك الديني مطلوب منك تعرف التزاماتك، صلاتك، صومك إلى آخره. بس ما مطلوب منك أنه تكون مفتي. أكو ناس لهم اختصاص بهالموضوع. مرحلتك الدراسية جزء من الثقافة، عملك جزء من الثقافة. صعد وياي شخص إنسان كلش مرتب بأسلوب كلامه، طرح الحوار، لبسه إلى آخره. كان أتمنى شيء واحد، أتمنى أكون مثقف. قلت له: ما أنت قمة الثقافة. قال: لا، مو أنا بعمر 35 يلا دخلت محو الأمية وهسه يدوب أقرأ وأكتب. قلت له: شوف، صح الدراسة مهمة، تعرفك على المجتمع، معلومات جديدة إضافية، ممكن فرصة عمل، لكن هذا الشيء ما يعني إذا مجرد كملت دراسة وما عندك باقي المتطلبات فأنت مثقف. لا، أنت مجرد شخص دارس. فاك فرق بين الدارس والمثقف. اكو فرق بين صاحب مهنة محترمة والمثقف. الثقافة الحقيقية هي طريقة تعاملك ويا الناس. مثلا أنت متنمر، أنت مو مثقف، لأن أنت أصلا أبسط حقوق الإنسان تجهلها، سواء بالقانون سواء بالدين. التنمر من الصفات الخطرة، ومستحيل أكون إنسان مثقف يتنمر. الظلم مستحيل أنت مثقف. المثقف ما يظلم، المثقف ما يتجاوز، المثقف يعرف واجباته قبل حقوقه. وآسف دوختكم، تحياتي.